اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم التوست بطريقه سهله وبسيطه ومكونات موجوده في قلب البيت. معايا كده 3 كوبايات دقيق، ومعايا نص معلقه سكر، ومعايا كيس خميره فوريه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا رشه ملح، بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب المكونات الجافه كده على بعض. بحب احط على المعجنات سنة فانيليا كده، وهي بتستوي بتدي ريحة جميلة. كده 3 كوبايات دقيق، نص معلقة سكر، رشة ملح، كيس خميرة فورية. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده معلقتين 2 زيت، ومعايا كده نص معلقة سمنة بلدي. هقلبهم بقى المكونات دي كلها كده على بعض. كده معلقتين 2 زيت ونص معلقة سمنة. هقلب بقى المكونات دي كده على بعض وارجع لكم تاني. بصوا بقى كده يا حبايبي، دي كده قلبته بالسمنة وبنص معلقة السمنة والمعلقتين زيت كويس. على فكرة انا اول مرة اعمل العيش التوست ده، العيال ولادي شبطانين فيه وبسأل عليه لقيته غالي قوي، قلت لهم اعملوه لكم في البيت. معايا ميه دافيه اهون. هعجنه بقى بطريقه سهله وبسيطه كده، وهعجنه على طول وهرجع لكم تاني. اول ما يتعجن هرجع لكم. بصوا كده يا حبايبي، عجنتها اهو. عجنها هنا كمان. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. العيش بيحب العجن كتير. انا بالامانه حطيت نص كوبايه دقيق كمان، عشان انا حسيت ايه اللي هي كده العجينه دي مش هتكفي القالب. فانا اول مره زي ما انا قلت لكم اعمل، ومش عارفه لسه القالب مقداره قد ايه. يعني انا حطيت نص كوبايه دقيق كمان وانا بعجن. يعني انا كده حاطه، اللهم صل على النبي، 3 كوبايات ونص دقيق. العيش بيحب يتعجن قوي. بسم الله الرحمن. هتنيني بقى اعجن فيها شويه كده اهو لحد ما تنعم، بعد كده ارجع لكم تاني. بصوا كده يا حبايبي، خلصتها عجن كده وبقت ناعمه. بصوا بقى انا هحطها كده في تختمر اهي، وبعد ساعه بالظبط هوريها لكم. انا الجو شتا وكده كده هتاخد وقت. ساعه بالظبط وهوريها لكم. بصوا كده يا حبايبي، بعد ما العجينه خمرت اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله اترفعت قد ايه. انا حطيتها ساعه بالظبط. بصوا هدهن القالب كده بسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادهن كميه سمنه كده، اغلفها كلها عشان يطلع سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انا مدهنته بقى كده، بصوا العجينه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده يا حبايبي اهي. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله طريه، والعجينه خمرت مره ساعه اهو بالطريقه دي كده.
عندنا دهنة سمنة بسيطة كده. من اول مرة اعملوا معاك زي ما انا قلت لكم كده اهو. بس كده هسيبها بقى ترفع شوية حوالي نص ساعة بالظبط، وبعد ما ترفع شوية ارجع لكم بردك تاني. بصوا بقى كده يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش لازق في الكيس ولا حاجة. اللهم صل على النبي. بصوا قبل ازاي انا مشغله الفرن على درجه حراره عاليه فوق وتحت، واحط. انا اول مره اعمله معاكم، انا اول مره اصلا اعمله في حياتي لعيالي اهو. يا رب يطلع حلو. بصوا قبل ازاي وجميل. هحطه بقى في الفرن على درجه حراره عاليه فوق وتحت، اول ما يطلع هوريه لكم. بصوا بقى كده يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا بقت عاليه قد ايه. بصوا وطريه، بس لازم تتغطى، تتحط في كيس حوالي نص ساعة بالظبط او ساعة الا ربع، في شنطة بيضة من اللي هي بتاعت التلاجة دي، او بنغطيها بفوطة. بصوا ايه، اول ما خرجت رشرشتها بمية بسيط كده، بخيت عليها بخة مية، وهسيبها بقى هغطيها، واما اجي اقطعها بقى واجي هوريها لكم تاني. بس بصوا لسه بس طالعة من الفرن سخنة. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بص العلو بتاعها قد ايه. شكلي ان شاء الله نجحت. انا اول مره والله اللي انا اعمله. هغطيه بقى واحطه في شنطه، وبعد ساعه الا ربع كده او نص ساعه بالظبط هوريه لكم. بصوا بقى كده يا حبايبي، انا غطيته كده بشنطه بيضه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. غطيته كده بالفوطه، شنطه بيضه ولسه اصلا دافي شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي وربنا، بصوا هشش خالص وتحفه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا حتى لسه بيطلع بخار ازاي. المفروض ان انا اسيبه حتى يبرد عن كده، بس انا الصراحه مستعجله. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى كده يا حبايبي، والله العظيم ريحته يا بتستوي تحفه. بصوا النوتيلا دي انا اللي عاملاها، ومكونات سهله وبسيطه خالص. بصوا الجمال، بحاجات موجوده في قلب البيت، ولا ناكل عيالنا حاجه من بره. اي حاجه نعملها في قلب بيتنا اهو. بصوا اللمعه بتاعت النوتيلا. بصوا القوام بتاعها. العلبة دي كانت ملانة لسه عاملاها امبارح. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا حبايبي تحفة الصراحة، والله أول مرة أعمله، وبسم الله ما شاء الله النتيجة تحفة. المفروض ان انا اصبر عليه يكون برد شوية. بصوا حتى البخار لسه طالع منه، حتى أول واحدة أنا قطعتها العيال خدوه. مش عارفة أقطعه من كتر ما هو طري. بصوا يا ريت بقى متنسوش تشتركوا لي في القناة بتاعتي وتعملوا لي لايك، واللي عاوز اي حاجة اي طريقة اي حاجة يبعت لي في الكومنتات وانا اعملها له. ويا رب كده تدعموني كده يا رب، واكبر بيكم يا رب بحق جاي النبي. ومع السلامة.